لا فعلا الزمالك ما خسرش من بيراميدز في فاينل ولا اي حاجه ولا لا اي بطوله باي بطوله مباشره يعني. لا قولوا لي كده، يعني تقصد نهائي كاس؟ سوبر ما خدش مني دوري مثلا، ما خدش مني حاجه يعني. ثانيه هو خد اهم حاجه عندك ايه الوصافه التاريخيه للنادي الاهلي. ايه الوصافه؟ ده حقيقي. ده لما الاهلي طلع ثالث ورابع افريقيا. ده معلش. ايه الوصافه؟ لا ده حقيقي. انت طول عمرك بص انا بس مش عايز اروح لا على فكره يا خالد، على فكره انا والله ما قصدي جبهات ولا حاجه، لا خالص. امال ايه؟ عايزين نروح للحتت ديت عشان والله ما اشرح وجهه نظري يا جماعه. انا من ساعه ما اجيب مفيش حاجه اسمها الزمالك ياخد وصافه من ياخد يعني ياخد طيب هو انا مش هتمتكوش ولا ما خد افريقيا والاهلي المفروض بياخد افريقيا. طب خلينا نسال الاهلي. طب اتفضل قول يا خالد. فرقه مجتهده بتلعب وبتاخد بطولات. اتفضل يا خالد. يلا خالد، يلا خالد عشان الوقت يا خالد. بصوا يا جماعه بالتاريخ الموجود قدامنا على مدار التاريخ كله الزمالك بيبقى هو المركز الثاني للنادي الاهلي. تيجي تقول لي دلوقتي ان بيراميدز ما اخدش مكاني، ده عايز تقول لي بقى ان هو خد مكان الاهلي؟ لا، بيراميدز هو اخد مكانك انت على فكره في الدوري. انا قلت لا اخد مكان الاهلي يا نجم، ولا لو قلت اخد مكان الاهلي ولا اخد مكان الزمالك. انت اللي بتقول. انا بقول ايه؟ بيراميدز هيفضل في مكانه. بيراميدز هيفضل في مكانه وهو المركز الثاني. لا بيراميدز هيفضل في مكانه القيمه. انت يا خالد بيه وجهه نظرك في الجزئيه دي وضحت خلاص. انت شايف من وجهه نظرك انه اللي اخذ مكان الزمالك هو بيراميدز. انا اسالك سؤال وهم معترضين وسجلوا اعتراضهم عشان تنقل للنقطه الاهم. قول لي بقى من وجهه نظرك في بطوله السوبر اللي جايه، الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، من الفائز؟ ولو عندك اي تعقيب في الجزئيه اللي قبل كده اتفضل. اي بطوله النادي الاهلي بيدخلها هو المرشح الاول للفوز بيه. ده طبيعي ومنطقي وفقا لكل شيء، وفقا للارقام ووفقا لكل شيء. الاهلي هو المرشح دائما للفوز بالبطوله. ماشي. وياتي بعده بقى اي حد ما مش هتفرق فيه. ماشي. بالنسبه لنا وبرده بالارقام ووفقا للحاله اللي انت فيها. واحد الاسباب الرئيسيه اللي خلت النادي الاهلي حالا يكون مصمم انه يجيب المدير الفني في التوقيت اللي احنا فيه هي بطوله السوبر، مواجهه الزمالك او بيراميدز. معلش يا ابراهيم انا عايز اقول طب الراجل يخلص بس اخر الكلمه عنده عشان هو ما اتكلمش خالص. اتفضل كل ما اتكلم يلا تاخدوا بعض يا سيدي ما بره وانا هقعد. المشكله ان انتوا بتحبوا بعض في الفاصل بتطلعوا الهوا. النادي الاهلي مش كنت بتقنع الراجل من شويه يبقى اهلاوي في الفاصل؟ لا وكابتن فتح الله كان بيندهله بيقول له تعالى هنا. فبعدين يعني فهي الفكره بقول لك تاريخيا ووفقا للمعطيات الموجوده ووفقا لحاله الزمالك اللي موجوده دلوقتي. ولو الزمالك كمل بالمدير الفني بتاعه اللي انا اتمنى انه يكمل، الاهلي هو المرشح للبطوله. انا بس عايز اقول حاجه بس يا ابراهيم. المعلومات اللي انت بتقولها لي بياكدوها لي فعلا ان الزمالك قدام بيراميدز في نهائيات. ما خسرش ماتشين نهائي ونص نهائي في كاس مصر، ونص نهائي سوبر. ويعني في حاجات مع يعني دي تمام. بس انا عايز اتكلم على حاجه. دايما الزمالك ما بيحشرش بيراميدز في اي كلام اصلا. يعني انا ما بطلعش اقول على فكره بيراميدز اخذ مكان الاهلي. يعني بيراميدز لما اخذ بطوله افريقيا السنه اللي فاتت ما طلعتش قلت بيراميدز اخذ مكان الاهلي. ثانيه واحده بس اكمل. ماشي. اللي دايما بيتقال ده بيراميدز اخذ مكان الزمالك. طيب هل الزخم الاعلامي اللي بيحصل قبل ماتش الاهلي وبيراميدز هو نفس الزخم الاعلامي قبل ماتش الاهلي والزمالك؟ لا. هل حجم جمهور الاهلي اللي بيروح ماتش الاهلي والزمالك هو حجم جمهور الاهلي وبيراميدز؟ مين قال من الزمالك؟ هل حجم اللي احنا قاعدينه دلوقتي في حد معانا من بيراميدز؟ لا. ليه؟ عشان الاهلي ده عميل مزدوج. ده عميل مزدوج. بص انا بس فانا بس عايز اقول ايه ان ومين في الاخر دايما بيقحم اسم بيراميدز مع الزمالك؟ الاهلي. لكن الزمالك مش هتلاقي عمرك ما هتلاقي ان الزمالك بيقحم اسم اصلا بيراميدز. لاني لازم اخرج لفاصل، فماركو قول كلمه عشان اخرج لفاصل. انا عايز اقول حاجه ان اخر 3 سنين هو قال ان بيراميدز خد المكان الزمالك. في سنه منهم، في سنتين خد مركز تاني والزمالك خد تالت، بس في سنه الاهلي خد تالت تمام وبيراميدز خد تاني. انا ما طلعتش قلت ساعتها ان بيراميدز خد مكان الاهلي لان اصلا عيب ان انا اقول حاجه. يبقى احنا متفقين دلوقتي. ايوه يبقى احنا متفقين دلوقتي اجمالا من وجهه نظركم ان انتم شايفين انه بيراميدز ما اخدش مكان حد. لا هل حد مختلف؟ بيراميدز في مكانه. بيراميدز في مكانه. المكان اللي هو مكانه. طيب عشان اقفل الحته دي يا خالد، عشان اقفل الحته دي
انت شايف ايه؟ لا بيراميدز بيراميدز اصبح خد مكان بيراميدز الزمالك. اصبح منافس النادي الاهلي أخد في مكان بطولة الزمالك. الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا. نقطة كابتن صح سيد؟ ماشي أنا معاك. بيراميدز ما صح. خدش أنا معاك مكان طبعا. حد، المنافسه بس أنا معاك زادت. طبعا. ومشكلة طب اسمع بقى يا خالد والنبي، اسمع يا جماعه، اسمع بقى كابتن الاهلي سيد ده ما اتكلمش. والزمالك، الاهلي والزمالك هيفضلوا زي ما هم اكبر اثنين في مصر، محدش- اكبر محدش اثنين قال أحسن انديه كده. متنافسه، انما زاد عليهم بيراميدز هو اللي دخل بقى منافس. بس شكرا والله العظيم ربنا يخليك. هنجم